يا هلا والله بكم شباب الحلقة الثانية من رحلة دهوك الممتعة. اليوم ان شاء الله راح نكمل المصايف الرائعة والجميلة اللي موجودة بمحافظة دهوك ومدينة زاخو. ان شاء الله ايضا راح نكمل استعراض كل الاماكن السياحية وايضا اسعار هاي الاماكن، بالاضافة الى السعر الاجمالي اللي كلفنا خلال هاي الرحلة كلها من بغداد لمحافظة دهوك. فتعالوا نكمل الاستمتاع بحلقتنا اليوم. بالفيديو السابق خلصنا كل مصايف مدينة زاخو واللي طلعنا لها من الساعة 8 الصبح، وهسه الساعة 2 الظهر بعدنا باليوم الثاني من رحلتي لدهوك. تعالوا هسه يا شباب ننتقل المصيف آخر واللي اسمه مصيف سوريا. هسه شباب وصلنا المصيف او يعني خلينا نقول مثلا منتجع اسمه سوريا. طبعا لا شركات تجي هنا، لا دليل سياحي يجي هنا، فراح نجي ونشوف نكتشف هذا المكان سوا ونطي راينا ونشوف الدخوليه اذا كانت مجانا بفلوس. خليكم وياي وخلينا نشوف. هسه شباب احنا جينا يم الشلال، دخوليه المكان كانت 1000 دينار فقط. هذا هو الشلال يوزع هنا، يوزع على هذا، يوزع على شلالات فرعيه ان شاء الله راح نشوفها شويه. المكان كلش رائع، يعني الهواء بارد، الطقس كلش جميل، وانصح بزياده. التقييم راح يكون بعد نهايه الجوله ان شاء الله نقيم المكان. هاي من هنا يجي المجرى مال المي، يجي لهاي المنطقه، باوع يجي هنا من هاي المنطقه ويذب بهذا الشلال. باوع للشلال شلون جميل، باوع للمكان شلون لطيف، يعني من اجمل الاماكن اللي زرتها تقريبا صراحه داخل اقضيه زاخو. تقييم المكان راح يكون 10/10 بسبب الشلال الخرافي اللي موجود، شلال طبيعي والمناظر الطبيعيه والخلابه اللي موجوده بهذا المكان. خلصنا مصيف سوريا وقررنا نروح نختم يومنا الثاني بمصيف رائع جدا اللي هو مصيف كوفكي. هذا المكان عباره عن رافد من روافد نهر دجله. هنا المي مو كلش عالي، يعني قياش، والعالم هكذا تسبح به عوائل وشباب وما شاء الله اطفال. يعني هذا هنا المنظر يا اخي فشي كلش خرافي. منها سقيم المكان 11/10. هذا موجود اقصى مدينه زاخو. زين هسه يا شباب باوع لي هنا، احنا هسه حجزنا هاي الكابينه. شوفها هاي الكابينه حجزناها وصار هذا مكان انه باوع انت تقدر تدخل من هناك. شوف هذاك المكان، هذاك المكان بدون حجز. اما اذا تريد حجز مكان خاص الك فممكن تحجز، يعني تقدر ببلاش وتقدر بفلوس. اللي ببلاش من هناك واللي بفلوس يصير ب10,000 و15,000 انت بكيفك. المي ادفى من دليجه بس هم بارد بس ادفى. انصح انصح يعني انصح اذا حبيتوا تجون هنا لازم تزورون هذا المكان. هذا المي حسام يخاف يطبيه، يقول قوي. حسام السابوح يخاف يطب بهذا المي، يقول قوي يابا. حسام يقول قوي كلش يدفع قوي. هنا عقل هاي مصدات، هذاك كلش قوي والله كلش قوي. يعني اللي ما يجرب هاي التجربه، اللي يجي دهوك لو زاخو وما يجي لهذا المصيف اسمه كوفكي، والله عمره خساره. اقوى مصيف موجود حاليا يمكن حتى مع العراق كله. احنا تاخرنا جينا. اي والله، بس راح نبقى لين نعوض ان شاء الله. يلا. وصلنا لليوم الثالث، قعدنا الصبح ورحنا ضربنا ريوق. كلفنا الريوق 12,000 فقط، يعني كل شخص 3000 دينار. وبعدها جهزنا امتعتنا وانطلقنا بوجهنا المصايف العمادية واللي بيها قلي شيرانة وشلال آشاوة وهواي مصايف اخرى. خلونا نتعرف عليها واحدة واحدة. هسه شباب وصلنا لاول مصيف من مصايف رحلتنا لهذا اليوم، مصيف اسمه شلال آشاوة. راح نشوف شنو تفاصيل هذا الشلال ونشوف ايش قد سعر تذكرة الدخول. خليكم وياي. هذا هو مصيف شلال آشاوة، هذا هو شكل الشلال. هذا هو يا شباب شكل الشلال. شلال آشاوة.
باوع الحلو بهذا المصيف شنو؟ انه المي الشلال مو ينزل من هنا، باع هنا شو مسوي لك؟ قاعده هيجي على مي الشلال، وايضا هناك هم اكو شيء مثل البحيره وهم دي قاعده بحيث رجلك هيجي تطخ مي الشلال. باوع هيجي يعني فشي لطيف وحلو. قلنا الدخوليه فقط 2000 دينار عراقي. ما نسوي اعلان طبعا، بس هو هاي اوجهكم اوجهكم للاماكن السياحيه اللي موجوده داخل منطقه دهوك. هذا ابرد مي شفناه بدهوك. يا انا افتكر باوعي حيل بارد يا يابا. لكن ليش هالبروده ليش؟ انت بس تبي برا. اي يا شباب هسه كملنا الجوله بهذا المصيف، طبينا سبحنا. الشيء الحلو بهذا المصيف انه المي مالته كلش بارد، يمكن ابرد مسبح بكل المصايف اللي شفناها هو مسبح شلال نسينا اسمه شلال آشاوة. شباب تقييمنا لهذا المصيف راح يكون 7 من 10 بشلال حلو والمي بارد حلو، فيعني انصح بزيارته. واذكركم انه تذكرة الدخول كانت بس 2000 دينار عراق. وصلنا المكان السياحي الثاني اللي موجود بطريق العمادية، اللي هو عبارة عن كهف انشكي. هذا الكهف موجود بهاي المنطقة، راح نستكشف الكهف سوا نشوف. الدخولية طبعا كانت فقط 2000 دينار. اعتقد انه اغلب او كل الاماكن السياحيه هي دخوليتها 2000 دينار. بس صور لي الفيو من هنا وبروع للمناظر الطبيعيه الحلوه. هنا اكو ايضا تاجير دراجات، راح ناجر ونشوف ونستطلع سوا، ورحله ان شاء الله راح تكون يا رب ممتعه ومشاهده ممتعه. حاليا يا شباب هذا هو الجبل، وهذا هو مثل ما تشوفون هذا هنا مدخل هذا الكهف اللي موجود بهذا الجبل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوه الجو بارد هنا يا شباب، كلش بارد هذا الكهف. هذا المي طبيعي يوقع منا من الجبل. هذا هو هنا شكل الجبل او الكهف. هنا اكو مطاعم تقدر تتغدى، تقدر تجرب هذا الشعور. الجو جدا جدا بارد، تعبت انا لان كان اكو درج. المهم هذا هو شكل الكهف. ايضا يا شباب هذا الكهف في هاي الاطلالة الحلوة من هنا. باوع عليها هسه احنا هنا راح نجي شوية شوية نتقرب لحد ما نتفرج على هاي الاطلالة الجميلة من هذا المكان الرائع. باوع نشوف رحلة الدراجة يا ترى حلوة لولا. انا من هسه متحمس ومستمتع، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة وليتس جو. يا شباب التجربة كانت جدا ممتعة. إذا جينا نقيم فأنا أقيم الكهف 3 من 10، لأن هو أصلا مو مصيف ولا مال سياحة، مجرد مطعم كإنما. بس تقييمي تجربة الدراجة هاي كانت تجربة جدا جدا ممتعة. راح أقيمها 10 على 10، مضبوطة جدا، ضروري جدا تجربوها إذا اجيتوا. الرحلة جدا جبلية، هناك تصعد فوق الجبل. وأيضا سعر الدراجة الوحدة أو تأجير الدراجة راح يكون 10,000 للشخص الواحد. وبس تعالوا نجرب باقي المتعة اللي موجودة برحلة اليوم. يا اخي ذولا شلون بنوا فوق الجبل، بس سرد اعرف ماكو مثلا فد مكان غير هذا المكان، يعني خلصت الاماكن. غديناه هذاك كلش طيب. يلا مو صور يا غدي. مد ايدك ابو عمير، مد ايدك لا تستحي، مد ايدك سم بسم الله. قول لي رايك شنو بالاكل؟ مايعه هاي، مايعه حلقوم. اوه
مع العلم هو قال لي الدجاج مو ذبح يعني تازه، قال لي الدجاج عراقي مجمد عراقي، بس الزفره ماكو طعم فد شيء. هسه طلعنا من المطعم شباب، الاكل يعني 1 على 1 بس السعر غالي، يعني نصين دجاج على التمن و3 لبن او 4 لبن 5 لبن ب40 الحساب، وهواي يعني يمكن لان مطعم سياحي فما انصحكم تاكلون هنا، جيبوا اكلكم وياكم افضل. يا شباب وهسه وصلنا المصيف فين اللي موجود قريب عن مصيف قلي شيرانه. هذا المصيف هو عباره عن في النهر اكو شلال هناك واكو جسر معلق خشبي. ان شاء الله راح نستمتع بهذا المصيف. الدخوليه كانت 2000 دينار فقط، واكو الجراج ايضا ب 2000، يعني ايضا نفس الاسعار السابقه. هذا هو اول ما تدخل هذا يمه ها شنو لك هذا يلعب، هذا يلعب الجسر والله يلعب عمي بس باع هلا 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 ازهر ليش تهزه؟ ازهر لا تهزه بشرفك ازهر. يابا من اوقع لا تخاف. عمر يخاف يمشي. يلا امشي حبيبي يلا اتحداك تمشي. يلا امشي. لا برضه بصوره كبير. اي ولا. بسم الله يا ربي نصعد هذا الشلال هنا اللي فوق. طلعنا هسه من المصيف شباب. تقييم المصيف 6 من 10. جرى الشلال وهذا هو. هسه يا شباب وصلنا لأجمل مصيف وأجمل مكان موجود بدهوك. دخولية المكان 2000 ولازم تحجز كابينة، سعر الكابينة 25,000. المكان اسمه قلي شيرانه، أجمل أماكن دهوك. تعالوا نستطلع ونكتشف هذا المكان سوا، يلا ليتس جو. هذا هو المكان. طبعا بالمناسبة المكان القدامي اللي تشوفوه هذاك مكان بس للعوائل اللي هو ورا هذني قلوب الحب هذني اللي يشوفون. اما هذا المكان هو مكان مخصص للشباب، شيء عادي. هنا عنده باوع من هنا هسه اذا تقلب شوية الصفحة، من هذا الصفحة اكو هنا مجرى المياه الاصلي، شلال صغيرون زين. هناك مسموح لنا انه ندخل يم الشلال فقط، وهنا اكو شلال ايضا موجود بهذا المكان. بس هنا هذا كلش غميج، ممنوع السباحة بهذا المكان. هسه يا شباب طبعا جازفت وصعد الجبل بس حتى اوصل لهاي الزاوية واصور لكم المنتجع بالشكل الكامل. باوع انا كنا هنا جوا. هذا هو منتجع العيون الزرقاء مال شلال قلي علي مال قلي شيرانه. يا اخي اسماء صعبه ايش احفظهن. المهم هذاك المكان مخصص للعوائل، هذاك المكان فقط عوائل. اما هنا هذا للشباب زين. هذا هو مصيف قلي شيرانه. كملنا حاليا جولتنا داخل مصيف قلي شيرانه. صراحة المصيف يعني هو حلو بس غالي. الدخولية مالته 25,000 اقصد 2000 بس تحجز كابينة 25,000. والشباب يشموهم مكان يعني مو حلو، والمكان الحلو فقط للعوائل. فيعني انا برأيي انه الكوفتي كان كلش احلى ويستحق انه تروح له بدل هذا المكان اذا كنتوا شباب. اما اذا كنتوا عوائل فالخيار الك. تقييم المكان بصورة عامة راح يكون 8 من 10. المكان حلو بس قلت لكم هاي النقطة السيئة اللي موجودة فيه. وهيك يا شباب وصلنا لنهاية رحلتنا، لنهاية سفرتنا لدهوك. التجربة كانت جدا ممتعة. دهوك تونس
المصايف كانت كلش حلوة، انصحكم تزوروها. طبعا الرحلة كلفتنا احنا بسيارتنا الخاصة ويا البنزين ويا كل شيء 162,000 فقط، شاملة كل شيء، غدا عشاء ايضا ريود وايضا المصايف كل شيء شامل، فقط 162,000 للشخص الواحد. اذا كنت حاب تروح سفرة 5 ايام او 4 ايام المحافظة دهوك. شكرا جزيلا على المشاهدة، في امان الله وحفظه.